اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه ديالا تايمز الاخباريه. اليوم احنا متواجدين الفيحاء، بصرتنا الحبيبه وبالتحديد كورنيش البصره. خلينا نشوف اراء الجماهير في افتتاحيه كاس خليج 25. خليكم ويانا. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم شلون نشوف اجواء خليج 25 في البصره؟ والله البصرة وأهلها تستحق الشيء اللي هدول هي يعني ما أعرف شو أوصفه. فحدث كلش لطيف، والبصرة وأهلها تستاهل هذا الحدث، وموفين ومكفين إن شاء الله. شنو رايك باداء المنتخب البارحه؟ والله بصراحة ما حضرت اللعبة ولا شفتها لقطات، أكون صادق وياك، لقطات ما شفتها. ما حكوا لك؟ ما سمعت؟ ما أدري والله، ما سمعت، بس عشنا الأجواء على الكورنيش. انت من البصره منا؟ لا احنا من بغداد. اهلا وسهلا. شلون نشوف التنظيم الامن والامان بالبصره؟ كلش جيد كلش جيد، اجواء كلش حلوه يعني كلش حلو. ما مدى صحه خبر انه الوفد الكويتي انسحب البارحه؟ يعني انا الصبح شفت على الفيسبوك، سمعنا احنا يعني كل الاخبار، يعني اللي شلون اقول لك، الاخبار اللي تناولت على هذا، يعني يحاولون انه ما اعرف مثل ما تقول ضايجين يسقطون بنجاح البطوله، الافتتاح الباهر اللي صار، هذا اللي شفناه. جاي يشوفين اكو تسقيط البطوله؟ طبعا اكو، يعني كل نجاح اللي الناس يحبونه بخساره الشيء، فلازم يصير اكو تسقيط واكو هاي. بس هي ما شاء الله انه الاخوه هنا كلش متعاونين، خاصه القوات الامنيه متعاونه ويانا، انه احنا ما نندل هنا وهيك شيء، ما شاء الله يعني يساعدونا هوايه ونندل، والبيوت مفتوحه، بيوت البصره ما قصروا كلها يعني ما شاء الله يعني ما مقصرين اهل البصره. شنو رايك كان بالافتتاح؟ يعني كلش حلو التنظيم كلش حلو، روعه يعني فوق الرائع. شنو رايك بالامان بالبصره؟ يعني الامن والامان جيد جدا يعني. الحمد لله الحمد لله يعني يشدد الامن، يعني كلها متعاونه، فعلا الشعب كله متعاون. البارحه شفنا انه بالمدرجات اثنين من النواب جاي يتعاركون، شنو رايكم بهذا الشيء صار؟ صراحه ما عندي علم ولا شفت هذا الشيء. ما شفت هذا الشيء؟ ما شفت هذا؟ لا تمام. ظاهره غير لا، بس هي كل شفت هذا الشيء؟ اي شفت، تناولت مواقع التواصل، صحيح. فما نعرف شنو الفيلم. ما تمام، شكرا حبيبي يا مرحبا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم شلون نشوف اجواء خليجي 25 في البصره؟ ما شاء الله اجواء جدا لطيفة ورائعة، وحفاوة اهل البصرة بالجماهير القادمة. طبعا هذا مو غريب على اهل البصرة، ناس هم اهل الكرم، طبعا كل اهل العراق يعني بصورة عامة، ولكن اليوم هي فاتحة خير على الجماهير العربية والخليجية متواجدة بكثرة. رغم هناك نشاز صار الليلة البارحة من قبل الوفد الكويتي، وطبيعية جدا، يعني أول مرة تصير هيك بالعراق بطولة منذ زمن بعيد، ولازم يصير ازدحامات وكذا. ما مدى صحة خبر انه البارحة وفد الكويتي انسحب من البطولة؟ اكيد حسب الاخبار يقول انسحب، وهم طلعوا بيان رسمي قالوا احنا انسحبنا من البطولة. يعني اكو بيان رسمي يثبت هذا الشيء؟ ايه موجود بيان رسمي، انا شفته وكل الناس شافته. يعني هذا انا اشوفه يعني الى ابعاد غير اللي هم جايين به. شنو غرف شنو كذا، اهل البصرة فاتحة كل البيوت. انا البارحة بايت انا واخوي بالشعيبة، اكو يعني كل المضايف مفتوحة وكل الفنادق موجودة وكل شيء موجود، ولكن اكو امور استفزازية بالموضوع انا اشوف انها يعني من الوفد الكويتي ولكن تشوف اليوم الاخوة العمانيين رغم البارحة ما دخلوا من كثافة الجمهور. يعني كل العراق البارحة هو صاير بالبصرة، كل العراق من كل الطوائف موجودة، من الكرد من العرب من اخواننا المسيحيين انا شاهدتهم. فيجب ان يكون هناك، يعني احنا لازم نتخذ الموضوع كلها بروح رياضيه، يعني ما يحتاج هالاستفزاز يعني انسحاب وفد. حياكم الله. شنو رايك باداء المنتخب العراقي البارحه؟ والله يعني كأنا اشوف ان انا مو رياضي، ولكن ما اعرف هذا امور فنيه، بس كاداء يعني لا بأس، متوسط. لا بأس. شنو تحب توجه كلمه للشعب البصري والشعب العراقي عامه؟ والله اللهم يدوم هذه المحبة والتآلف هذا والأخوة، ويا رب أن نطمح للأحسن إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. شكرا لك. حياكم الله. كل الهلا في أمان. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم من وين أنتم جايين للبصرة؟ لا أنا جاي من اسطنبول.
احنا من اهل البصره. البصرة؟ بصره. اهلا وسهلا بكم. اليوم شلون تشوفون اجواء افتتاح خليجي 25 في البصرة؟ والله الاجواء جميله جدا، خصوصا بحضور الاخوان من جميع المحافظات، وايضا الاخوه الخليجيين، يعني حيل امتعونا بعد غياب فتره طويله يعني 40 سنه. الان اجتمع الجميع بالبصره الفيحاء، بصره الكرم والطيبه والمحبه للجميع. ونحييكم ايضا اهل دياله ونقول لكم اهلا وسهلا بكم بالبصره حبيبي. شلون شفت الافتتاح البارحة؟ شنو كان رايك به؟ والله الافتتاح كان جميل جدا، انا بالنسبه لي ما رحت بس الاخوان راحوا، يعني كان جميل جدا ورائع، مثل يعني التراث البصري والتراث العراقي وتاريخ العراق العظيم، يعني العراق اللي هو امتد اكثر من 10,000 سنه حضاريه، وحضاره اعطت للناس بناء اكثر من غيرها. بعض الحضارات اشتهرت طبيعه الاهرام يعني ما احكي الحضاره المصريه بس، يعني بنت للناس المومياء وغير، لكن احنا انطيناهم العربه، انطيناهم الكتابه، انطيناهم الساعه، انطيناهم القوانين، كل شيء العالم احيانا هسه حاليا يشتغل بها اجى من العراق. اليوم شلون شفت افتتاح خليجي 25 في البصرة؟ بصراحه قبل شيء نرحب بكم بالبصره وكل اخواننا وشقائنا الخليج والمحافظات جميعا. بيوتنا طبعا مفتوحه لهم والكلام البصري معروف. بصراحه الافتتاح انا كنت حاضر بالملعب الجذع البصره، وكان الافتتاح كلش اذهلنا وكلش رائع. بصراحه ما توقعنا هيك يكون الافتتاح رائع، والحضور والجمهور هو اللي هم زاد جماليه الافتتاح. والحمد لله كل الاذاعات والمواقع والصفحات كلها شادت بالافتتاح اللي قامت به البصره، والحمد لله والشكر، وان شاء الله الافضل جاي ان شاء الله. شنو رايك بالافتتاح مال البارحه؟ طبعا نرحب بكم، احنا اهل دياله، اهلا وسهلا بكم. طبعا الافتتاح نقدر نقول عليه رفعت راس، نقدر نقول عليه شرفنا بين كل الامم، كل الدول شاهدت هذا المونديال. هذا مونديال يعتبر مو بس خليجي، عربي وعالمي، واختتمت بحضور رئيس الفيفا انفانتينيو. هذا دليل انه هذا نجاح بحد ذاته. شنو رايك باداء المنتخب العراقي البارحه؟ اداء المنتخب لاحظنا لمسات المدرب الجديد، لاحظنا في اكو تطور، اكو لمسات، اكو جمل تكتيكيه كلش رائعه. هل قدموا الاداء الكافي؟ نقول قدموا ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله يقدمون. شنو رايك باداء المنتخب العراقي؟ بصراحه كاداء يعني تعرف لعبه افتتاح وامام الجمهور، لكن لازم يكون عندهم تحفظ. يعني احنا هسه لو مثلا خسرانين يمكن صار في الضغط عليهم اكثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اليوم من وين انت جاي تزور البصره؟ انا والله جاي من الكويت. كلكم من الكويت؟ اي نعم، كلنا اخواننا الكويتيين جايين هني من الكويت عشان نشجع ونآزر منتخبنا اليوم باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم بالبصره. اهلا بيك، يا اهلا بيك، يا اهلا وسهلا. اليوم شلون نشوف خليجي 25 في البصره؟ والله انطباعنا انطباع تونا جايين احنا، لكن شفنا حسن الضيافه والكرم من الشعب العراقي، واشكر حكومه العراق، وقبل حكومه العراق الشعب العراقي المضياف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا انطباع اول، وان شاء الله انطباع ما يكون الاخير باذن الله ان شاء الله. واتمنى ان من يعني رسالتي الى الجمهور الخليجي، أنا رسالة إلى الجمهور الخليجي أن يبتعد عن المهاترات السياسية والسوشيال ميديا اللي كل كلامهم غير صحيح بإذن الله. إحنا شفنا قبل البطولة، شفنا أنه يقولون البصرة أنهم ماكو أمن، ماكو أمان، التنظيم غلط. شنو رايك بهذا الكلام؟ هذا الكلام رسالتي اللي سمعناه احنا قبل ما نجي، ما في امان ولا تجون والكلام السوشيال ميديا. بالعكس الحمد لله احنا جينا وشفنا الامان والامن والشعب المضياف والحكومه الطيبه، واتمنى رسالتي ان يبتعدون عن الشغلات اللي مش حقيقيه. شلون كان تعامل القوات الامنيه وياكم في البصره؟ بالعكس ترحيب وحسن ضيافه واهلا وسهلا، وترحيب من دخلنا الى خرجنا، حتى بالحدود بعد كلها بالحدود بعد ضيافه ويا هلا ويا مرحبا وانتم خطار، ولين وصلنا هنا. وان شاء الله اليوم نحضر مباراه ان شاء الله، ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله توفيق لمنتخبنا ان شاء الله اليوم، واللي يفوز يعني ما يحتاج، كله خليج واحد ما يحتاج ان شاء الله. شكرا لكم. اهلا وسهلا، عفوا حياكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام جولتنا هذا اليوم. تقبلوا تحياتي انا سجاد احمد وتحيات كادر القناه. نلتقيكم في جولات اخرى. شكرا والى اللقاء.